هنقول لكم على اسرار الكنافه بالمكسرات اللي هتطلع بالشكل ده واحسن من احسن حلواني، والله الطعم والريحه هتصدموا الناس كلها، وازاي هنخليها متماسكه بالشكل الجامد ده، وتطلع كلها قطعه واحده، مكسرات متماسكه وكنافه كمان متماسكه. يلا نوريكم الطريق بسرعه بسرعه. هلو معانا. لا ايه ما كروتيناش، انا كروتك في ايه؟ يعني اتكلمي معاهم حلو كده. هو انا بتخانق معاهم؟ يعني مش عارف حاسك. ولا انا اللي مش حاساك النهارده. المهم احنا لما حد يقابلنا ما يتكسفش يجي يكلمنا عادي. انا اللي بتكسف. وما تقلقوش ماما مش بتتقل عليكم، هي بس بتتكسف والله. معانا شويه من المكسرات مشكل، بندق على لوز على شويه سوداني. اعملوا الميكس اللي يريحكم. هنفرمه في الكبه فرم ايه؟ خشن. ده استاذ تربيت مين؟ تربيتي. السلام عليكم ورحمه الله. ايه ده؟ لا كده بقى انا مش تربيتي، دي تربيتك. نخلص. نقعد نعدي شويه شويه. انا ماليش خلق. هنحط عليه شويه سكر، اي نوع سكر، شويه صغيرين، معلقه كده، ضربتين صراع كده، مش ضرب يعني بمعنى من الاخر كسروهم. بس محدش يمشي كلامه عليها. هنحط عليها معلقتين قرفه. ومحدش يقول اصلا ما بحبش القرفه. جرب على الاقل القرفه تحرق السعرات. ده هيحصل في الكم ده. القرفه وهي نازله تايهه مش عارفه تروح فين. اعمل ايه؟ القرفه الله يعرفكم. هنحط برضو شويه زبيب صغننين كده، وكان الكنافه لحد ما بتحبش الزبيب صراحه. يعني ما تحطيش كتير صراحه. هي الزبيب بحسه دايما بينشف كده وبيبقى بيمرر. عندنا شويه بقى ايه مكسرات كنا برضو عاملينهم قبل كده، شويه من حشو القطايف واللطايف. وقال ايه القرفه هتحرق. شويه جوز هند صغيرين من الكيس على طول. ميكس بقى كده. ده الملبن اللي احنا جبناه. يا ملبن انت. عسل. انت مشروع متحرش. في الحلال. ايوه في الحلال. بما يرضي الله. الملبن دوت هو اللي هيخلي المكسرات تتماسك مع بعضها. ناخد عليهم بحيث واحنا بنقطع ايه ده؟ ما تقعش. جيم ايه؟ يعيش يا مؤمن. البطرمان مش راضي يتفتح. ايه حله؟ نجيب حزام. ايوه. تبقي ماسكه الحزام لا كده، بصوا تربطوه كده، تمسكوا جامد فبرضه ما يتفتح. ايه ده؟ في ايه؟ يعني انا بطرمان كل جزء يعمل فيا كده؟ احنا بنهرس الملبن بالشوكه كويس، وبعد خناقه كبيره مع البطرمان فتحناه الحمد لله. يس. معلقه عسل كلكم، كل ده عشان معلقه عسل كلكم. بس دول لازمتهم ان المكسرات تفضل حته واحده في الحشو في النص كده. ايوه، واحنا بنقطع ما تقعش منه في الصينيه. زي المحلات ليه بتعمل الكنافه بالمكسرات في النص كده، بيبقى الكنافه ماسكه في بعضها، المكسرات ماسكه في بعضها. عشان الخلطه السحريه دي. اهم حاجه الملبن لو ماسك قوي سخنوا له ميه بتغلي وحطوه فيه دقيقتين كده هيفك. وتاكدوا ان انتوا غسلتوه من النشا عشان الميه ما تتحولش الكتله كده معاه. برافو عليك. ايه ده الشيف مؤمن. عيب عليكي بقى. عظمه يا عظمه. عيب عليك، انا درست بره وجوه زيك. مش هنعرف نقلبه هنا. لا محتاجين حاجه اكبر. مؤمن اول حاجه بيعملها بيشمر. وهننزل على الحشوه الخلطه بتاعتنا دي اللي هي اسمه ايه ده يا ماما؟ ملبن وعسل الكلوكوز. الايه؟ ملبن يا ملبن. خلاص بقيت متحرشه انا. بس شرعي. هو قصده شرعي يعني تحرشه ما فيهاش ذنب. كلمه حلوه كده. هو ده مش تضحك بقى على امك هو ده مش تحرش. هو ده اللي المفروض يكون يعني. المفروض. بس الوقت ده مش عارفين ايه المفروض وايه اللي مش مفروض صراحه. فنزتك بقى يخافوا عليك يا ماما، يخطفوكي مننا. امال انت فاكر ايه؟ الدنيا بتتغير. فاكرين يقدروا ياخد ملبني. بكره تتلهي في ملبنك بجد. مين؟ هفكركم اهو قدامهم انت. طب رهان على اللي انت عاوزاه. يعني شوف كله يتلهي في ملبنه الا انا، عشان انت ملبني يا حسن. اول ما العجينه تمسك في ايديكم كده وما ترضاش راضيه تنزل، تعرفوا ان هي تمام. نقوم ايه بقى نجمعهم. وبعدين دي مش عجينه، ما هي بقت عجينه مكسرات. ماما عاوزين نعمل سد الحنك. طب يلا نسد حنكك دلوقتي ونشتغل.
احنا عايزين نلحق نجهز فطار. طب انا دول حرام يعني. طبعا يعني امال هترميهم؟ هذه كيلو كنافه بقى والنبي حرام. ايوه اهم احنا حاجه. عملنا كنافه 3 مرات من اول رمضان، 3 مرات ما كانش طعمهم احسن حاجه، مش بسببنا، بسبب الكنافه اللي كارفه اللي تخينه. فركزوا قوي وانتوا بتشتروا من حد نضيف. معجنه. في واحده تانية برضو بتقول لك يا مؤمن كوعك شويه، طنط مش بتضايق. مش ذنب اني عريض. هي غزتني ترجع تشتكي من الغذاء، اعمل ايه؟ معلقتين سكر بودره كبار عشان احنا عاملين صينيتين برضو. عاملين صينيتين ده احنا عاملين طشت. انا هرص اول رناق هترصي الناء ازاي؟ هرص اول رناق عقبال ما سعادتك تكمل الباقي. حاضر حبيبه قلبي انت يا ماما. بعد ايه بقى يا مؤمن خلاص. مو والله انت حبيبه والله قلبي. خلاص بتضحك فنزاتي عليا. لا احنا بنضحكهم معانا. خلاص انا زعلت. ما اقدرش يا عسل. هو في عسل الا انت؟ هو في قمر الا انت؟ ما تثبتنيش. ملك التثبيت. الله يكون في عون بجد اللي هتتجوزه. ليه الله يكون في عونها؟ عشان هتفضل تثبتها، تعمل كل عمله وعمله وتثبتها. طب دي حاجه حلوه، مش احسن ما اعمل كل عمله وعمله وابقى بجح؟ صح. اقنعتني. مش بقول لكم ملك التثبيت والله. ننزل بالرق الاول. طبعا عشان احنا نسينا ندهنها، انتوا دهنوها من الاول بقى. اهم حاجه في الكنافه اكبسوا الصينيه كويس جدا، تخلوش فيها اي فراغات، عشان الفراغات دي هتخليها تفرول لما نيجي نقطعها. هننزل بالمكسرات بتاعتنا. رق كده متوصي. بنبل ايدينا بقى شويه ميه خفاف كده وننزل بيها نسوي المكسرات عشان الملبن بيلزق تلزيقه ايه، عشان تعرفوا تضغطوا كويس. وكده الكنافه حته واحده، الطبقه اللي تحت واللي فوق حته واحده، استحاله الحشوه هتقع. نبدا بقى نحط الرق التاني بعد ما كبسنا تاني رق كويس جدا. برضو الزبده بتاعتنا، سمنه بقى مسيحينها. زبده، بلاش الزبده بتخليها تتحرق. سمنه طبيعيه، هو ده المقصود سمنه يعني. طبيعيه. والله انا عايزه اقول لكم تبع شركه ايه بس مش عايزه تقولوا لي اعلان. بس ما شاء الله ريحتها تحفه. تحفة. مش الغربيه. زبدة. محدش يجيب من الغربيه يا جماعه. الغربيه بيور. هتضيعوا فلوسكم والله على الفاضي. اهم حاجه تكبسوا الاطراف كويس كده على فرن بقى ساخن مسبقا بدرجه حراره 180 لغايه ما تحمر تحت وفوق. الرف اللي في النص. لو احتاجت تتقلب اللي تحت تحمر واحتاجت تتقلب، وهي كده كده الكنافه لازم هي كده تتقلب. كده الكنافه لازم تتقلب يعني. ده الصح. بس لو احتاجت انها تاخد الوش اللي فوق يتحمر اكتر، يا تولعوا الشوايه يا تقلبوها وتديله وش بقى اكتر. يلا بينا. طلعناها من الفرن تحفه كده، سخنه. لازم تسقوها بقى وهي سخنه والشربات بارد. بيبقى تقله وسط. ايوه. بتاع الكنافه بيبقى تقيل شويه، مش قوي بس تقيل شويه، يعني ما بين قوام الخفيف والعسل. ولا تقول لي بقى بيستاشيو ولا غير بيستاشيو ولا الحاجات اللي طالعين لنا فيها. شايفين توحد اللون؟ لون واحد. وتقطعوا الحجم اللي انتوا عايزينه. لما تبرد شويه التقطيعه بتبقى احلى. طب ما تسيبيها تبرد، احنا مضطرين نقطع. احنا هنقطع بس قطعتين كده نوريها لكم، ولما تبرد احنا هنكمل بقى مع نفسينا. لازم بعد كده نصور بعد الفطار. ليه؟ عشان ما بقدرش. ما بتقدرش ايه؟ ما بقدرش اقاوم بجد. وريحتها طب ما ازاي ما شاء انت الله. مش قادره؟ لا صراحه هي ريحتها تحفه. المشكله الدايت في رمضان، الدايت ولسه كحك وبسكوت وقريبه. يا نهار ابيض. مين ضايق؟ مش احنا قلنا هنحط قرفه؟ اي القرفه هتعمل ايه؟ هتحرق الدهون. بالظبط. يعني كتروا القرفه. بجد والله دي احلى كنافه. انا عن نفسي بحبها. لا بسيطه. مش انت عن نفسك. انا عن نفسي واصحابي عن نفسهم والناس اللي جربوها عن نفسهم. مع حته قشطه بقى بجد تحفه. انا بالنسبه لي حلويات شرقي. أيوة. الشرقي يا ماما احطها في بقي كده وتدوب وتسيح كده وطعم زبده بس مش عاوزه حاجه تانية. والحلويات الغربي حته. جربوها صدقونا بالطريقه دي ان شاء الله مش هتفشل ابدا ابدا. وخلي بالكم ان كل ما تبرد هتتمسك اكتر وتبقى احسن. بالظبط. هي بس ممكن فرولت شويه عشان احنا عملناها قطعناها وهي سخنه على طول، بس يعني لو جينا قطعنا دلوقتي هي بردت شويه هتبقى احسن. ولو سبتوها ساعه مثلا هتبقى احسن واحسن لغايه ما تفطروا كده ورمضان حتة كريم. الشربات هيجمع كل حاجه مع بعض وتبقى قطعه واحده. والزبده والسمنه نفسها تتماسك، فهيديكوا نتيجه تحفه يعني. والحشوه ما تغيروش فيها كتير، ولازم تحطوا اللي احنا حطيناه عشان تبقى حته واحده. كل سنه وانتم طيبين. دمتم سالمين. جربوها بقى.